السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كيكه بالشوكولاته طعمها روعه، تحفه جدا جدا جدا. هتعجبكم ان شاء الله. انا متاكده ان انتوا لو جربتوها هتدعولي على الوصفه دي، جميله جدا جدا. يلا بينا نبدا وصفه النهارده على طول ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. بس قبل ما نبدأ، ياريت لو أول مرة تزوريني في القناة شرفتيني ونورتيني، وما تنسيش تضغطي اشتراك ولايك. يلا بينا. أول حاجة بنات، عندنا المقادير بتاعتنا سهلة جدا جدا وبسيطة خالص. كوباية ونص من السكر، أي نوع سكر عندك متوفر في البيت استخدميه. تمام. وكوباية نص كوباية من الزيت. تمام. يبقى كوباية ونص سكر ونص كوباية زيت. تمام. نص كوباية زيت، معلقة كبيرة من الخل العادي. عندي كمان 2 بيض ورشة فانيليا او نص معلقة صغيرة كده فانيليا. عندي كمان معلقة كبيرة من الكربوناتو، ولو مش متوفر الكربوناتو ممكن تستخدمي معلقة كبيرة من البيكنج باودر العادي خالص. عندي كمان 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى، يعني معلهوش سكر يا بنات، وده متوفر عند اي عطار. قوليله كاكاو للكيك. تمام. ده اللبن الرايب يا بنات اللي احنا عملناه مع بعض، وهسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. وهناخد منه كوباية ونص. هسيب لكم يا بنات كل المقادير في صندوق الوصف، اضغطي على العنوان هطلع لك كل المقادير. هجيب بقى يا بنات معلقتين الكاكاو، انخلهم كويس. لازم تنخلي الكاكاو كويس عشان بيبقى فيه تكتلات، لما تيجي تخلطيه ما يبقاش عامل كده تكتلات مش كويسة. تمام. نزلت عليهم بنص كوباية الزيت. ياريت تستخدمي زيت يكون نوعه ملهوش ريحة. تمام. هنزل كمان عليهم بكوباية ونص من اللبن الرايب اللي احنا عاملينه مع بعض. طيب لو انتي ما عندكيش لبن رايب، استخدمي زبادي العادي خالص الموجود في السوبر ماركت، او يكون عندك اي زبادي برضو هينفع في الوصفة دي، هيديك نفس النتيجة. تمام. دي كوباية ونص من الرايب. طيب انا بقى هاخد المضرب بتاعي اليدوي وافضل اضرب في الخليط بتاعي ده لحد ما الرايب بتاعي يبقى سايل. هرفعه على النار، على نار متوسطة لمدة 2 دقيقتين بس. هلاقي الرايب بتاعي بقى سايل. تمام. هرفع الخليط بتاعي من على النار، زي ما انتوا شايفين الرايب بتاعي فك خالص وبقى سايل. بصوا بقى يا بنات، انتوا ممكن تجيبوا المكونات كلها في الخلاط وتضربوها. يعني ممكن تجيبي الكاكاو والزيت والسكر والرايب والبيض والفانيليا وتحطيهم في الخلاط عندك وتضربيهم ضربة كده محترمة لحد ما تتأكدي ان كل المكونات اتجنست مع بعضها والسكر داب. تنزلي عليهم على الدقيق. تمام. هو الفرق بس ان طعم الكاكاو لما بنرفعه 2 دقيقتين على البوتاجاز بيكون مختلف سنة، يعني الكاكاو بيظهر طعمه اكتر. فاهمني؟ هو ده بس الاختلاف، فالاسهل ليكي انتي استخدميه. حطيت بقى يا بنات زي ما انتوا شفتوا كده كوباية ونص من السكر. اي سكر عندك برضو متوفر استخدميه، مفيش مشكلة. هدوبه لحد ما اتاكد انه داب تماما. لازم تتاكدي ان السكر بتاعك اهم خطوه داب تماما. تمام. هنزل بالبطين ورشه الفانيليا وبرضو ادوبهم مع الخليط السائل بتاعي واتاكد ان كل المكونات اتجانست مع بعضها. على فكره الوصفة بتاعت النهاردة والله ممتازة، والمقادير مظبوطة وطريقتها سهلة جدا جدا. وزي ما قلتلك ممكن تستخدمي الخلاط لو انت يعني مستصعبة الخطوات بتاعت الضرب بالمضرب اليدوي. زي ما انتوا شايفين كده انا اتأكدت بقى ان كل الخليط بتاعي اتجانس.
زي ما انتوا شايفين. في بولة تانية زي ما انتوا شايفين كده جبت كوبايتين من الدقيق، عليهم رشة ملح ومعلقة الكربوناتو، ولو مش متوفر عندك الكربوناتو استخدمي معلقة كبيرة من البيكنج باودر اللي احنا بنستخدمها في كل الكيكات العادية خالص، مفيش مشكلة. تمام. اهم حاجة تنخلي الدقيق مرتين على الاقل قبل ما تستخدميه. نزلت كده عليه بمعلقة كبيرة من الخل، ونزلت بكل المكونات السائلة زي ما انتي شايفة. بقلب الدقيق وكل المكونات مع بعضها بالمضرب اليدوي. اول ما اتأكد ان مفيش اي تكتلات من الدقيق والدقيق كله تجانس مع السوائل، بوقف ضرب تماما. ما تضربيش ياما علشان مفعول الكربوناتو او البيكنج باودر ما يهبطش معاكي. تمام. اول ما تتأكدي ان الدقيق ما عادش فيه اي تكتلات وقفي ضرب تماما. زي ما انت شايفة كده، دي طاسة مقاس 25 او 26 يعني المتوفر عندك، من 24 26. اهم حاجة تكون طاسة عميقة، لو الطاسة بتاعتك مش عميقة كبري المقاس شوية. دهنتها دهنة بسيطة من الزيت ونزلت عليها بالخليط وغطيتها بغطا محكم، وحطيتها على اوطى درجة حرارة عندك على البوتاجاز، يعني اوطى عين، ويوطيها خالص لمدة نص ساعة. اختبرتها بعد النص ساعة لقيتها زي ما انتوا شايفين استوت، وما شاء الله عليها تحفة. بصوا بقى الكيك بتاعنا ما شاء الله هش جدا. اهم حاجة الطاسة بتاعتك تكوني مغطياها بغطاء محكم. بصوا يا بنات، هنعمل هنا بقى صوص جميل جدا للكيك. نزلت بمعلقة كبيرة من الكاكاو، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن بارد، وضربتهم كويس جدا مع بعض. لما السكر داب نزلت عليهم بنص كوباية من الزيت. وعايزه اقولك قوام الصوص بتاعي انتي اللي بتتحكمي فيه، يعني ممكن تخليه تقيل زي ما انا عاملاه، ممكن تخليه خفيف، ده انت اللي بتتحكمي فيه. لما بتضربيه في الخلاط، يعني لو انتي مش عايزاه تقيل كده ممكن ما تضربيهوش ياما، لما تنزلي بالزيت تضربيه ضربتين 3 بس وخلاص على كده، هتلاقيه صوص خفيف عن كده. بصوا بقى، انا هعمل فتحات كده في الكيك بتاعي عشان يتشرب الصوص، وهنزل على الكيك بالصوص اللي انا عملته. وزعيه بقى باي حاجة عندك، سباتيولا، معلقة، اي حاجة. وهاتي بقى سبرينكل، شوكليت شيبس، اي شوكولاتة انتي بتحبيها تزيني بيها استخدميها، كله هينفع. تمام. سوقي بقى الكيكة بتاعتك كده وزينيها وفرحي اولادك، وان شاء الله تعجبكم جدا. الكيك ده من احلى الكيكات، كيكة هشة جدا جدا، طريقتها سهلة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين عملناها على البوتاجاز في الطاسة، ما خدتش حاجة معايا نهائيا. لو انت عندك صينية تيفال ليها غطا، استخدميها على البوتاجاز، ما فيش اي مشكلة، هتطلع معاكي روعة برضو. اهم حاجة الغطا اللي انتي هتحطيه يكون محكم على الكيك، يعني ما يكونش بيطلع اي بخار نهائي. تمام. بصوا بقى شكل الكيك بتاعنا هش جدا، والصوص اللي احنا عملناه مخلي طعمه روعة جدا. انا متأكدة ان انتي لو عملتي الكيك ده هيعجبك جدا. ياريت لو وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش تضغطي اشتراك ولايك، فضلا منك يا حبيبة قلبي. بصوا الكيك. مع السلامة.